غير تلفزيون من غير اي حاجه. كل اللي عنده حاجه بيقولها بقى. فاهم الخطوط العريضه اللي اتقالت مع سياده الرئيس، الميدان الرياضيه هتتعمل في العاصمه الاداريه الجديده. دي سياده الرئيس وعد بيها ان كل البطولات وكل المحافل الرياضيه هتتعمل في المدينه الرياضيه في العاصمه الاداريه الجديده. وقبل كده كمان، قبل ما سياده الرئيس اتكلم في الموضوع دوت، اثنى على المجهود اللاعيبه البارالمبيين عملوه. اثنى على الانجاز اللي هم عملوه رغم الظروف الاقتصاديه اللي كل الرياضه بتمر بيها. فده ان سياده الرئيس يذكرنا ويشعر بمدى الانجاز والانتصارات اللي احنا عملناها، ده شيء يعني مخلي اللعيبه كلها طايرين في السماء. المتابعه نفسها بتدي لك ان هو في اهتمام بالناس، وفي اهتمام بشغلهم، وفي اهتمام باللي هم بيحققوه. ده حاجه جميله. وفي كمان سياده الرئيس، بما ان ده عام متحدي الاعاقه 2018، سياده الرئيس يعني خلى فيه توجه عام في الدولة للإكثار من المزيد من الانتصارات الرياضية والشبابية، مش الرياضة بس، والشبابية داخل جمهورية مصر العربية. فجند كل القوى اللي موجودة في الدولة للموضوع ده بالذات، والاهتمام بقى بمراكز الشباب والرياضة خاصة، وكل ما يخص الشباب والرياضة في عام 2018، خصوصا ما يخص ذوي الإعاقة في عام 2018. طيب في حاجة انتم محتاجينها الفترة اللي جاية، حاجات بعد اللي احنا بنشوفه بعد الاهتمام ده، فبيبقى عندي مثلا اللي هو